من اكبر المسببات الحوادث اللي طرات بحال هاد اللقطه هي دي شافوداج نو كونفورم. شوف كيدير لي شافوداج، هاد لي شافوداج نو كونفورم. واليوم غادي نوريكم لي شافوداج لي كونفورم وكيفاش خصنا نقلبوا ونعرفوا واش غيليق لينا ولا لا. يلا شوف الدراري، مشنا داك المشكل دابا غنعرفوا ولا غنتعلموا كيفاش نفيريفيو لي شافوداج باش نشوفوا لي شافوداج واش كونفورم ولا لا. من الحوايج المهمين بيان سور الارض خصها تكون ما كتزلقش و كتكون صابل قاصحه، وبيان سور ما مايلاش، يعني كتكون مقاده. كنجيو للرويض كنشوفوهم تكون الكاليتي مزيانين، كيكونوا غراض باش يستعملوا داك الثقل. وكنديروا سيستم فراناج، يعني كنفرانيو، كنشوفوا لي ستابيليزاتور كاينين حتى هما مزيانين من الالومنيوم، كاليتي مزيانه. علاش؟ لان الالومنيوم كيكون خفيف دغيا كيديبلاصا لي شافوداج، ما كيتاثرش بالعوامل المناخيه الميديتي اكسيتيرا، يعني كيطول بالك. واهم حاجه اننا نتاكدوا من ان الدياغونال او الدعم القطري محطوط بطريقه اللي وصى بها الصانع باش نتفاداو انهيار ديال لي شافوداج موبيل او انه يعواش. ومن بعد غادي نشوفوا لاطولاج كارد كور ليس والسوليس والبلات. اهم حاجه البلانت خاص يكون العلو ديالها 15 سنتيم باش نيفيتيو اي اوبجي يقدر يطيح لنا على شي واحد يدردب ويطيح. وخصنا نردوا البال هذاك الفراغ اللي كيكون بين البلانت وبين البلاتفورم اللي كيوقف عليها العامل، خصنا نردوا البال داك الفراغ ما يكونش اكثر من 5 ملم باش ما يدردبش لينا شي بولون صغير ولا شي حاجه. ومن المفروض على الليس يكون الارتفاع ديالو متر و10، وخاص السوليس يكون الارتفاع ديالو 50 سنتيم. وهنا من غادي تجمعوا بجوج يعطينا كارد كور. وهذا الكارد كور وبيان سور لا تسكين على داك الكارد كور اللي كيتكون من الليس والسوليس خصو يسيبورتي على الاقل 90 كيلوغرام من جوج جوي. شوف معايا التقنيه اللي كتضمن لك ان هذاك الكارد كور غادي يستحمل اكثر من 90 كيلوغرام، يعني غتخدم وانت مرتاح. وما نساوش التخاب خاص يكون عنده واحد الغطاء كيتسد وكيتحل بطريقه محكمه في حاله النزول او الصعود باش ما يطيحش بنادم. وما نساوش ان المنصه ولا البلاتفورم خاصها تكون اونتي ديغابونت، يعني مقاومه للانزلاق، سواء كانت الغبره ولا شويه فاسقه، العامل ما يزلقش لينا ويطيح، يعني يطيح اوريزونتال. واهم حاجه باش تعرف هاد لي شافوداج كيحترم لي نورم، الاو ان 1004 كتجي هنا، كاين هنا سميت الفابريكون الاو ان هي 1004. كيفاش تستعمل لي شافوداج، كاين بزاف المعلومات هنا. يعني هنا كيبين لك ان لي شافوداج راه اصلي وجاي من بلاصه اللي موثوقه. متفقين الشباب؟ وهاد الفورماسيون الصغيره حاولت نديرها بشراكه مع شركه اوتيديس، شركه اللي معروفه في المغرب، شركه اللي تبارك الله كتجيب الجوده، كتجيب الماتيريال اللي كيحترم المعايير الصحه والسلامه الدوليه، بحال اللي شافوداج موبيل اللي دوينا عليه في هذا الفيديو، بحال لي ناسيل اكسيتيرا. من بعد ندويو على هذا الشيء. الا عجبكم الفيديو ومهتمين قولوا لي، نديروا بحال هاد الفيديوهات يكونوا فيهم بحال براتيك، بحال اللي كتوصل المعلومه، بحال اللي كنوريك الماتيريال اللي عنده جوده طالعه واللي ممكن يلعب دور مهم باش يحميك ويحمي الخدامه ديالك ولا يحميك ويحمي الناس العزيزين عليك. متفقين ان شاء الله.